تعالوا نعمل مع بعض النهاردة الفطير المشلتت بطريقة سهلة كده وبسيطة، وكمان من غير تعقدات. ولو انت لسه أول مرة تعمليه هتبقي بإذن الله أستاذة فيه. هنسمي الله كده ونصلي عليه سيدنا محمد زي ما متعودين مع بعض. تعالوا نشوف أول حاجة معانا طبقات الفطير عاملة ازاي. ما شاء الله. وهنسويه كمان في الفرن البوتاجاز، يعني مش هنسويه في فرن غاز لو انت ما عندكيش. من غير أي تعقدات هاقول لكم إزاي نسويه في فرن البوتاجاز ويطلع معانا الفطير مورق ومستوي وقابب، وزي ما أنتم شايفين كده حاجة عظمة على عظمة. بصراحة فكرة عبقرية جدًا طريقة التسوية في فرن. أتمنى إن أنتم تكملوا الفيديو للآخر وإن شاء الله تطلعوا مستفادين منه. أول حاجة معانا طبعًا أنا عشان ما أطولش عليكم الفيديو عملت العجينة بتاعة الفطير. عملتها إزاي يا أم أميرة؟ جبت 2 كيلو من الدقيق نخلتهم، وقمت حاطة عليهم 4 معالق من السكر ونص معلقة من الملح، ونزلت بالمية تدريجي لحد ما العجينة لمت معايا ونعمت. حطيت لها حوالي 3 معالق كده من الزيت، وقمت سايباها ترتاح. لازم أريح العجينة. الفطير ما هو إلا عجين وتريح، ما فيهوش خميرة ولا بودر ولا أي حاجة. يا دوبك أنا باعجن العجينة وسبتها ترتاح شوية على بال ما فطرنا كده. وقمت جاية برضك مقطعاه وهاسيبها برضك ترتاح حوالي نص ساعة. يعني وأنا باعمل شغل البيت كده باخش أشتغل في العجينة واسيبها ترتاح مع نفسها. طبعًا كل ما بنريح عجينة الفطير كل ما بتتفرد معانا بسرعة وبتدينا نتيجة كويسة. كمان لازم نختار نوع دقيق حلو، يعني في الضحى وفي الأهرامات وفي السنبلة. طبعًا تقدري تختاري نوع دقيق أنتِ مستخدماه، أو كمان محل العطار أو السوبر ماركت اللي أنتِ بتجيبي منه تعرفيه اللي أنتِ هتعملي بيه فطير، علشان ما يكونش الدقيق فيه عرق ويبدأ اللي هو يلم منِّك وكمان يتقطّع. زي ما أنتم شايفين كده بعد ما خلّصت كنت دهنة الصاج بالزيت. هادهن وش الفطير بالزيت قبل ما أحط عليه أكياس التلاجة دي، علشان طبعًا الأكياس ما تمسكش في العجينة. هاسيبها نُص ساعة ترتاح كده وأرجع لكم. وهنا خلاص كنت سِبتها ارتاحت، وبعد ما خلّصت كده اللي ورايا حطيت شوية من الزيت على الرخامة أنا غاسلاها ومنشفاها، وهابدأ على طول أفرد كده زي ما أنتم حبايبي شايفين. طريقة الفرد دي سهلة جدًا وبسيطة للمبتدئين، يعني لو أول مرة تعمليه مش هتبقي قلقانة خالص منه. ما شاء الله العجينة كل ما باريّحها كل ما بتتفرد لوحدها معايا. طبعًا معايا كوباية سمنة عادية جدًا جايباها من الصفيحة، يا دوبك أنا مفككاها بس، لإن طبعًا الجو برد والسمنة ماسكة في الصفيحة مش سايلة خالص. فطبعًا فككتها كده باخد على كل فطيرة شوية من السمنة بادهن بيها الفطيرة، وبابدأ أرفعها على التانية. هابدأ أعمل الطبقات زي ما أنتم شايفين. باعمل الفطيرة 8 طبقات بتكون حلوة جدًا، وكمان بتكون ما شاء الله مورقة وقلبها مليان من جوّه. تقدري تعمليها الحجم اللي أنتِ عاوزاه بقى. لو أنتِ هتكبّري الصينية عن كده وعايزة تكبّري كرات الفطير، يعني طبقات الفطير، ممكن تعمليها في الصاج الكبير بتاع البسكوت أو بتاع الفطير لو الفرن عندِك هياخد الصاج. الصينية دي مقاس 30. هابدأ كده أفرد 8 فطاير باوريكم قد إيه العجينة رقيقة جدًا ما شاء الله وجميلة. وهابدأ أفرد 8 طبقات كده وألمّهم في الصينية واسيبها ترتاح. طبعًا في الوقت ده الفرن بتاعي أنا مشغّلاه. طبعًا هابدأ أفرد كل كمية الفطير معايا، وفي الآخر هابدأ أسوي هتكون أول فطيرة معايا ارتاحت. لازم أريّح الفطير برضُك بعد ما أبدأ اللي أنا أفرده زي ما أنتم شايفين كده. لا إما تلمّها كُرة، لا إما بتلم الأحراف كلّها تحت أول طبقة من الفطير. هابدأ أفرد كده ال8 طبقات قبل ما أدخّلهم الفرن. باخد السمنة يعني حاجة بسيطة، كوباية سمنة إن شاء الله هاخد برضُك يعني حوالي كمان نُص كوباية، لإن أنا باخد حاجة بسيطة جدًا علشان ما يبقاش مليان سمنة ويبقى مدهن. طبعًا أول واحدة حطيتها في الفرن، باولّع الفرن زي ما أنتم شايفين، بافضّي الفرن خالص، وباحط الشبكة تحت فوق الشواية بتاعة الفرن من تحت. كنت مولّعة الفرن، يعني الفرن سخن ما ينفعش يخش الفطير على فرن بارد، علشان ما ينشفش منِّك ويبقى مصمّت كده ويبقى كمان مجلد. طبعًا زي ما أنتم شايفين بسم الله ما شاء الله التوريقة جميلة جدًا. طبعًا لو الفرن بيولع معاكِ من فوق ومن تحت لوحده، بابدأ في الوقت دوّة أفتح الشواية وأرجع أولّع تاني من تحت ما فيهاش أي مشكلة.
زي ما انتم شايفين الفطيرة منتفخة، طبقات مستوية، الفطيرة ما شاء الله توريقة جميلة جدا، وحجمها كمان مناسب جدا جدا. ال2 كيلو دي عملوا لي 5 فطاير زي ما انتم شايفين بالحجم ده، ممتازة جدا، ما خدتش مننا حاجة ولا وقت ولا مجهود. يعني وانا بعمل شغل البيت كده عجنتهم وسبتهم يرتاحوا، وبرضك وانا بعمل شغل البيت قطعتهم، وهم خلصت اللي ورايا فردتهم على طول. بصراحة سهل وبسيط وجميل، حاجة يعني كده ممتازة جدا. وكمان عايزة تعملي بسمنة، بزبدة، الحاجة المتاحة عندك تقدري تحطيها، ما ترتبطيش بحاجة معينة. جميل جدا. ولو انت خايفة تعملي في أول مرة بالكمية دي، جربي في نص 1 كيلو، جربي في كيلو، وإن شاء الله هيكون من إيدك زي العسل. كفاية اللي انت عاملاه لأولادك بإيدك وبحب ونظافة، وعارفة انت عاملة الحاجة ازاي. ما شاء الله جميل جدا، ولادك هيفرحوا جدا بيه. زي ما انتم شايفين كده، حاجة كده قمة في الجمال والروعة والنظافة، وحاجة انت فرداها غسلة رخامتك وغسلة حاجتك وعاملاها كده. انا عايزة اقول لكم ان الكاميرا ظالمة اللون الجميل بتاع الفطير. وكمان انا عايزة اقول لكم التوريقة جميلة جدا. الفطير معايا مورق من بره ومقرمش، ومن جوه طري وجميل جدا. بسم الله ما شاء الله، تحفة. يعني طريقة سهلة وبسيطة وقمة في الجمال والروعة. زي ما انتم شايفين كده، حاجة يعني 10 على 10. أتمنى لو وصلتوا معايا لحد هنا كمان عاوزة أقول لكم إن الفطير ما ينفعش يتعمل بقشطة بس، لأن في ناس ممكن تقول نعمله بقشطة بس علشان يبقى الفطير كله طعم القشطة ومورق القشطة. لو عملنا بيها الفطير من غير ما ندخل الزبدة أو سمنة، بيكون معانا عامل زي العيش، وطبقات التوريق دي كلها بتلزق في بعضها، ومش هتشوفوا الطبقات دي خالص. لكن السمنة هي اللي بتديله التوريقة، أو الزبدة، لأن الزبدة بيكون فيها نسبة مية عالية، وبتدي التوريقة لطبقات الدقيق. إن كانت زبدة فلاحي، أو الزبدة الصفراء اللي هي النيوزيلندي، أو الزبدة اللي هي الفرن، أي نوع زبدة تفضليه تدي التوريقة. طبعا أنا عاملة بسمنة نباتي عادي خالص، من غير زبدة فلاحي ولا زبدة بلدي. طبعا تقدري لو انت عايزة تستخدمي قشطة، القشطة تحطيها على وش الفطيرة من فوق، بتديها اللون الأحمر الجميل، وكمان بتدي الطعم. بس لازم تستخدمي سمنة زي ما قلتلك، أو زبدة الفرن، أو الزبدة اللي هي الفلاحي الجاموسي، طبعا على حسب ما انت عاوزة. هتديك التوريقة الجميلة دي والطبقات الجميلة دي. لكن القشطة هتخلي الطبقات كلها تمسك في بعضها، وهيبقى معاك الفطيرة عاملة زي رغيف العيش بالظبط، ملهاش طعم. هي ريحة القشطة بس فيها، لكن هي مفيهاش طعم أي حاجة خالص.